مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من القلب. حلقات كده بتبقى بالبركة، ما فيهاش سكريبت ولا أي حاجة. جالي كلام كتير ومكالمات من ناس تعرفني شخصيا، بيقولوا لي البودكاست جميل وكويس وسخن وبسمسم وكل حاجة. بس انت ليه بتتكلم في حاجات وحشة بس؟ ليه الحاجات اللي انت بتتكلم فيها او الحلقات اللي بتتكلم فيها بتكون عن مواضيع فيها مشاكل؟ ليه الإحباط ده؟ ليه مش بتقدم حلول؟ حابب اقول ان الكلام ده صح جدا في المجمل، يعني في المجمل في الصح، ان حضرتك لما تكون بتتكلم في مشكلة بتقدم معاها حل، والا هتبقى مجرد شكوى. بس في مواقف ما ينفعش نطبق فيها القاعدة العامة دي، عملا بقاعدة تانية بتقول ان لكل قاعدة شواذ تؤكدها ولا تنفيها. ففعلا انا مش بحب الاحباط، وشخصيا لما بتكلم في اي مشكلة مع اي حد في دايرتي، صحابي بقى، اسرتي، عيلتي، جيراني، زمايلي في الشغل، بتكلم في المشكلة اولا، وبعد كده بقول رأيي في سبب المشكلة، وفي الآخر بقدم حلول ليها. ده الطبيعي. بس الطبيعي دوت من رأيي الشخصي لازم يكون عشان يحصل يعني لازم يتحقق شرطين. الشرط الأول إن الشركاء اللي موجودين معاك في المشكلة دول يسمعوا الكلام اللي بتقوله، والشرط التاني إن هم يفكروا في الحلول اللي أنت بتقدمها وتتناقشوا فيها لغاية لما نوصل لحل يتم تنفيذه فعلا عن طريق الناس القادرة على تنفيذ الحل ده. غير كده يبقى تقديم الحلول لشخص أولا مش هيسمعني، ثانيا حتى لو سمعني فهو غير قادر أو غير راغب في الحل، يبقى أنا كده ضيعت وقت ومجهود على الفاضي. وبعد السنين دي كلها أنا اتعلمت إن الوقت والمجهود لما بيروحوا ما بيرجعوش تاني. كمثال بسيط، احنا عملنا حلقة زتونة الشغل وحلقة الصدام وحلقة نراعي ربنا في شغلنا وغيرهم. كنا بنتكلم عن مشاكل حقيقية في مكان العمل وازاي نتعامل معاها، فاحنا قدمنا حلول لمشاكل كنا بنطرحها بالفعل، لاننا كنا اولا بنتكلم عن خبرات سابقة في الشغل، وثانيا كنا بنتكلم معاكم، يعني بنتكلم لطرف تاني. الطرف التاني ده هيسمعنا، وبالتالي هيقدر هو ينفذ ما يراه مناسبا من اللي احنا بنقوله في مكان شغله. تمام؟ يعني الفكرة وصلت؟ طيب، فاحنا لما بنتكلم عن المشاكل احنا بنعمل اللي نقدر عليه عشان نسلط الضوء عليها، بس تقديم الحلول دون حتى يعني وجود أدنى محاولة لتطبيق ما يصلح من هذه الحلول، أو على الأقل إن احنا نتناقش مع القادرين على تنفيذ هذه الحلول، ده مش هيبقى حل. تمام؟ بس وعد مني في الحلقات الجاية، متى كان هذا مناسبا وقابل للتطبيق هتكلم في حلول. يعني لو هعرض مشكلة هتكلم في حلول، ولعل صوتنا يوصل لأي حد يقدر يساعد في المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها. أتمنى. بس صدقوني الغرض من عدم تقديم حلول للمشاكل فيما سبق يعني من حلقات، لا هو كسل، ولا اننا عايزين نركز على الوحش، ولا ان احنا محبطين، ولا اي حاجة من الحاجات دي. هو بس كان محاولة لتوفير الوقت والجهد المبذول في عرض الحلول اللي محدش هيسمعها ولا ينفذها، في اننا نعمل حاجة تانية افيد من اننا نقعد ننبح في صوتنا بلا طائل. بس كده. فانا حبيت بس اوضح النقطة دي علشان الناس ما تظنش فينا ظن سيء. هو قد يكون مبرر طبعا، بس مع التفسير اللي احنا بنفسره اعتقد ان احنا وضحنا النقطة دي وهنشتغل عليها. فوعد الحلقات الجاية ان شاء الله، لو اتكلمنا عن مشكلة معينة في اي مجال من المجالات، هذه المشكلة لو كان ليها حلول نقدر نتكلم مع بعض فيها، وعد مرة تانية هطرح الحلول دي مع المشكلة، ويا رب تكون مفيدة للي بيسمعها. شكرا ليكم، وأتمنى يعني يكون التوضيح ده وصل لكم، ورد على التساؤلات اللي حضراتكم سألتوها لنا قبل كده. ونشوفكم الحلقة الجاية بقى إن شاء الله، وشكرا جزيلا. سلام.